السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات رامز إيلون هاكس مع قناتكم قناة محمد كريم. امبارح الفنان رامز جلال كان جايب لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب المنتخب المغربي أشرف بن شرقي. هو بيسأل أشرف بن شرقي، رامز بيقول له: انت جيت الاهلي ليه؟ فضلت الاهلي ليه على الزمالك؟ عشان انت حبا في الاهلي ولا حبا في الفلوس؟ قال له: لا والله، عشان حبا في الاهلي طبعا، وجمهور الاهلي طبعا، ومش عارف ايه طبعا. انا من هذا المكان اللي انا فيه بقول لكم ان اشرف بن شرقي مش هقول كذاب، لا، هو كان بيجامل رامز جلال وبيجامل جمهور الاهلي، لان اصلا اشرف بن شرقي لحد هذه اللحظة هو زملكاوي مش اهلاوي، رغم انه بيلعب في الاهلي. ولكن اشرف بن شرقي كان المفروض نادي الزمالك هيخلص فيه، وكانت الصفقة هو لما كان فيري عرض نفسه على نادي الزمالك: يا جماعة انا خلاص فيري ومش مرتبط بأي نادي دلوقتي، فتعالوا امضوا معايا عشان ألعب في نادي الزمالك. بالفعل الإدارة تواصلت معاه وكل حاجة، واتفقوا على الفلوس. وهو طبعا نزل من المبلغ اللي كان طالبه حبا في نادي الزمالك. ولكن أخونا الأخ أحمد سليمان الله يسامحه قال لهم: استنوا يا جماعة، أنا هجيب لاعب قد بن شرقي ده 4 5 مرات. هتجيب مين يا عم أحمد؟ قال لك: هجيب لاعب اسمه مشلاك. طبعا مشلاك ده ومتهاكم والكلام ده ما تعبان، مشي مشلاك ده. فلا مشلاك نفع في الزمالك، وراح أحمد سليمان عشان طبعا السمسرة والفرق والكلام ده في الفلوس، حطوها في جيبهم. طير أشرف بن شرقي. ولكن لغاية آخر لحظة أشرف كان على تم الاستعداد إن هو يلعب في نادي الزمالك وما يروحش النادي الأهلي. ولكن ده الحمد لله ده قدر ونصيب في النهاية، وده قدر أشرف بن شرقي إن هو يروح الأهلي، وقدرنا احنا إن احنا نشوف حاجة زي كده. ولكن خفة دم رامز جلال الطاغية امبارح كان باين عليه خفة الدم واللذاذة، بجانب ان هو كان فرحان جدا ان طبعا لاعب زي اشرف بن شرقي عفوا يسيب النادي الزمالك ويروح يلعب في النادي الاهلي. الحمد لله انها جت على قد كده، وان نادي الزمالك ما بيقفش على لعيب. واهم حاجة في النهاية الكيان. وبالعكس اشرف بن شرقي ما كانش حد يعرفه في على مستوى الأندية، جابوا نادي الزمالك اتشهر وتعرف وعمل اسم كويس في نادي الزمالك، وهو راجل لغاية دلوقتي معتز بجماهيريته بين جمهور نادي الزمالك. فبالعكس أشرف بن شرقي لغاية هذه اللحظة يا رامز يا إيلون هاكس، لغاية هذه اللحظة زملكاوي. فده ردي في المنطقة دي تحديدا
على رامز جلال وعلى ادعاءات رامز جلال ان اشرف بن شرقي، لا، اشرف بن شرقي لحد هذه اللحظة زملكاوي اكتر من اي لعيب تاني، بس هي الظروف اللي ما ساعدتش اشرف ان هو يرجع الزمالك تاني. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.